تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا، وانا اسم معاكم في نوديو اسم. المره دي بقى هنعمل وصفه لذيذه جدا وسهله، شيش بصدور الفراخ متبل تتبيله حلوه قوي وطري من جوه ولونه حلو من بره، وكمان طريقته بسيطه جدا في التسويه. لو اول مره تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا، ولو عجبتكم الوصفه شجعوها بلايك. ويلا نشوف الوصفه. انا هنا معايا كيلو من صدور الفراخ، قطعته مكعبات متوسطه، وهبدا احضر التتبيله اللي هتديله طعم حلو قوي. في طبق هضيف علبه من الزبادي وزنها 180 جرام، ومعاها 3 معالق كبيره من الزيت، ونص معلقه كبيره من الملح، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر والبصل الباودر والكركم والكزبره الناشفه، وطحنت معاها كالعاده كام فص من الحبهان، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. اما البابريكا هاخد منها معلقه كبيره. هقلب كل المكونات دي كويس جدا لحد ما تبقى متجانسة، وبعدها أضيفها على الفراخ. هقلب الفراخ في التتبيلة كويس جدا علشان كل قطعة تتشرب الطعم. هغطيها واسيبها تتبل ليلة كاملة في التلاجة. الخطوة دي هتفرق جدا في الطعم، وهتخلي الفراخ طرية ومليانة بالنكهات. ودي الفراخ تاني يوم بعد ليلة كاملة في التتبيلة. وده الفلفل، استخدمت فلفل أخضر وأحمر، ولكن ممكن نكتفي بلون واحد بس ونستخدم أي نوع فلفل إحنا بنحبه. مفيش التزام بأي حاجة معينة. هبدأ أسيخ الشيش بتاعي قطعة فلفل وبعدها الفراخ، وهكمل بنفس الطريقة بالتناوب لحد ما نخلص كل الكمية. بعد ما خلصت الأعواد كلها هبدأ بقى مرحلة التسوية. في طاسة على نار متوسطة حطيت شوية من الزيت، وهدوب فيه مكعبين من الزبدة. هبتدي بقى أضيف الأعواد بتاعتي. قصيت شوية من أطراف أعواد الشيش علشان تدخل معايا بسهولة في الطاسة. بعد ما رصيناهم هنغطي الطاسة ونسيبها على نار هادية لحد ما ياخد لون حلو قوي من تحت ويكمل التسوية بتاعته. بعدها هقلبهم على الناحية التانية، وهسيبهم برضو ياخدوا لون من تحت بنفس الكيفية. ده شكله بعد التسوية، بيبقى لونه جميل قوي، وطعمه كمان حلو قوي ومتشبع بالتتبيلة وطري من جوه، والفلفل كمان خد تسوية لطيفة جدا وحلو. قدموه مع رز أو جوه السندوتشات على حسب ما تحبوا. أنا الحقيقة بحبه مع الرز وجنبه كده شوية سلطة، بيكون غدا خفيف ولذيذ جدا. جربوه وقولولي بقى في التعليقات قدمتوه ازاي، واستنوني في وصفة جديدة في نودو أسماء. بالهنا على لبكم.